والله العظيم التواب الرحيم، وقبلت الزواج من ابنتك وموكلتك العز أمينة محمد عبد الفتاح خليل. اهلا بيكم في حلقه جديده من ترندات وبس. النهارده معانا خبر فرح ناس كتير وشعل للسوشيال ميديا كلها. الفنانه امينه خليل اخيرا ودعت العزوبيه واحتفلت بزفافها على المصور الشهير احمد زعتر. الفرح كان في اجواء عائليه جدا بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع وسط تكتم شديد جدا على تفاصيل الحفل، يعني لا دعوات انتشرت ولا تفاصيل اتعرفت الا في اللحظه الاخيره. لكن امينه كسرت الصمت ونشرت بنفسها صور من حفل الزفاف على انستجرام ظهرت فيها وهي لابسه الفستان الابيض وواقفه جنب جوزها احمد زعتر، وكانوا في قمه الاناقه والرقي. طيب مين العريس احمد زعتر؟ تعالوا نعرف مع بعض شويه معلومات سريعه عنه. احمد زعتر مصور فوتوغرافي محترف، بدا حياته بعيد عن الاضواء وركز على تصوير البورتريهات، ودخل عالم الفن والاعلانات بالصدفه وبدا يصور نجوم كبار. طريقته المميزه في التصوير بتعتمد على الاضاءه الطبيعيه والتكوين الفني، وصور كتير من الفنانين المعروفين زي امير المصري وسلمى ابو ضيف. وهنا بدا يقرب من امينه خليل لحد ما العلاقه بقت قصه حب، وعنده اكتر من 24,000 متابع على انستجرام وبيعتمد عليه لعرض شغله. واللافت في الموضوع ان امينه خليل كانت دايما بتنفي وجود علاقه، وبتقول انها مش بتحب تعلن عن حياتها الشخصيه غير في الوقت المناسب. وفعلا ده اللي حصل، والناس بدات تشك اكتر بعد ما ظهرت هي واحمد في مهرجان كان، وكانت مرتبكه قدام الكاميرات ورفضت تتكلم عن العلاقه وقتها. النهارده بقى القصه خلصت رسمي واصبحت امينه خليل زوجة احمد زعتر. الف مبروك ليهم وبنتمنى لهم حياه سعيده. وفي النهايه قولوا لنا في الكومنتات ايه رايكم في فستان امينه خليل، وهل كنتم متوقعين علاقتهم من زمان ولا لا؟ ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه، واستنونا في حلقات تانية من قناتكم ترندات وبس. سلام.